أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل أحد القلاع المشيدة في الاستشارات الهندسية، وهو مكتب بيت الخبرة، مع رجل المهام الصعبة، رجل التحديات على أرض الواقع، الدكتور محمد فاروق شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة ومكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسية. برحب بحضرتك معايا. اهلا وسهلا يا فندم، مواليد الدنيا كلها، واهلا وسهلا بكل الاعزاء والساده المشاهدين، يا رب ان شاء الله. في البداية يا فندم، لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالدكتور محمد فاروق شحاتة. دكتور محمد فاروق شحاتة، انا خريج مدني، هندسه مدني انشاءات عين شمس 92، ماجستير في اداره التشييد، والدكتوراه في اداره الاعمال والاداره الاستراتيجيه من جامعه القاهره. واخد دبلومة في التحكيم والنواحي القانونية في العقود التشييد، ودبلوم في النواحي التقييم والخبرة، ودراسات في الفيزابيليتي أو دراسات الجدوى للمشروعات وإدارة المشروعات، ولنا كثير من الأوراق البحثية في السويل أو النواحي الجيوتقنية في الهندسة المدنية. لو اتكلمنا عن بيت الخبرة وأهم المشروعات التي قامت بالإشراف عليها وتنفيذها. بيت الخبرة هو احنا بدأنا سنة 94، وأنا كنت بدأنا بشغلنا، وكنت جزء من مكتب أستاذي ودكتوري الدكتور فاروق القاضي، ربنا يديله الصحة والعمر. قعدنا اشتغلنا في معظم مشروعات مصر من خلال المكتب عنده. عملنا كان لسه في المترو الانفاق، الكوبري الفيادكت مترو، واشتركنا في كوبري السلام او الكوبري السلام. كنت جزء من المنظومه اللي كان بيرأسها الدكتور فاروق والدكتور هشام عرفات وزير النقل الحالي استاذي. وبيت الخبره لما جينا ناكد عليه، ابتدينا في 2013. كنا احنا الحمد لله من اول الاستشاريين اللي استعانت بيهم الدولة وشرفتهم ان هم يبقوا معاها منظومة لوزارة الإسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة. في الجهد احنا كنا بنشرف على الحي الوزاري، ومن أول الاستشاريين اللي دخلنا في مدينة العالمين الجديدة، هذا الصرح الكبير. وأنا بعتبر إنه واشتركنا مع الدولة في معظم المدن والهيئات والهيئة الهندسية، شرفنا فيها ان احنا شغالين معاها في مجموعه المستشفيات ومجموعه في العمارات في الحي السكني الثاني والحي السكني السادس. واشتركنا في كجزء من المنظومه الاستشاريه للشركه المحليه لمطار الار2 اللي هو الصاله 2 للركاب. واشتركنا مع قطاع الاعمال العام في بعض وهو بيحاول يستغل الاصول ويعمل تدويل للاصول والارضيه، بحيث انه يحاول ازاي يعظم استخدام معاها. كنا احد الشركاء لبعض الشركات في قطاع الاعمال لهذا الموضوع، ومتشرفين ان احنا استشاري لوزاره الصحه للاشراف على المستشفيات، وكانت المؤسسه العلاجيه. وبنشرف ان احنا جزء من منظومه في البلد، يعني في هذه المنظومات. يعني بصراحه شرف لينا. أعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور محمد فاروق شحاتة، رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية. وبرحب بحضرتك مرة ثانية يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، وسط الدنيا كلها يا فندم، واحنا كل المشاهدين. دكتور محمد، خلينا برضو نعرف المشاهد بالدور اللي بتقوم به المكاتب الاستشارية في المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها دلوقتي. وطبعا ما نقدرش ننكر هذا الدور العملاق. هل هو دور إشرافي فقط أم إشراف وتنفيذ وتصميمات واستشارات؟ دايما المكاتب الاستشاريه هيبقى دورها بينقسم الى يا بيبقى تصميمات، بيبدا من الفكره لغايه ما يبتدي يعمل لها التصميمات والتصميمات المعماريه، ويبتدي بعد ما تصل المشروع او يصل الفكره الى قبول، يبتدي يدخل المهندس الانشائي، ونبتدي نطلع التصميمات الانشائيه وتفاصيل اسلوب التحميل والانشاء للمبنى. وبعدين يدخل بعد كده في التصميمات الكهروميكانيكيه واحتياجات المبنى من احتياجاته. وبعدين يدخل في الستيج الاخرانيه، يدخل في كونستراكشن ستيج، انه يعد مستندات ومواصفات الطرح، ازاي يتم تنفيذ هذه الفكره وهذا المشروع باعلى جوده واعلى مواصفات، ويحدد الموضوع ويطلع المقايسات للمشروع.
ده الوضع الطبيعي. وبالاضافه الى ذلك بيبقى في نوعين: اداره مشروع، بيبدا الاستشاري من انه يبقى ممثل للمالك في انه يدير المشروع، وانه يبتدي يتفاوض مع المقاولين ويبتدي يحضر في اللجان للوصول لافضل سعر واعلى جوده فنيه، وبعدين يدخل في مراحل الاشراف على التنفيذ اللي هاو تو اشور انه يتم تنفيذ هذه المستندات وهذه المواصفات بما يتفق عليه طبقا لاعلى المواصفات وطبقا للكود المصري والاكواد العالميه، بنفس السعر within quality، بنفس السعر في نفس المده وبنفس المواصفات المتفق عليها طبقا للمثلث الشهير اللي الناس بتتكلم عنه، سواء within time within quality within السكوب اللي متفق عليه. فده معظم دور، ده تقريبا دور الاستشاريين في الوقت الحالي. الدولة المشروعات فيها مش بس شغالة بالوضع التراديشنال، هي شغالة احنا كنا بنسميها فاست تراكنج، يعني كل المجالات شغالة في نفس الوقت. الديزاين شغال وفي نفس الوقت المقاولين قادرين في الموقع بيبتدوا يعمل موبيلايزيشن او تجهيز شغله، وبيبتدي يعمل البروكيورمنت او انه يبتدي يستجلب المواد الخاصة بيه، زائد انه شغالين في دراسات القيمة او انه ازاي نقلل القيمة بما لا يؤثر على المواصفات وننفذ المشروع في اقصى جوده ممكنه وباقل وقت ممكن. دكتور محمد، لو اتكلمنا عن مشروعات زي اللي بيتم تنفيذها دلوقتي على ارض الواقع، زي مثلا العاصمه الاداريه الجديده وهو حلم كثير من المصريين، وايضا المنصوره الجديده والعلمين الجديده، ولو اتكلمنا على طبيعه التصميم فيها مع الاختلاف طبعا في الثلاث مدن دول، بيرجع التصميم الى طبيعه المكان والجو والتربه والكلام ده كله، ولا بيرجع لايه؟ طبعا التصميم بيتم اتخاذ فيه جميع المعايير البيئيه ومعايير الاستخدام والفكره التوجه الاستراتيجي الاصلي للدوله، بحيث انه يبقى جوه هذا المخطط الاستراتيجي، بحيث انه يتم اعتبار جميع المحددات الخاصه بالبيئه والتربه والجو والاستخدام والنواحي المحيطه والفكره العامه للاستخدام للدوله. وده تم اعتباره في العاصمه الاداريه الجديده في مكان احنا بنسميها، يعني انا بعتبرها من اطهر الاماكن الموجوده في مصر، لان البركات اللي حصلت في الشغل فيها ما كانش ممكن تحصل الا بهذا الاخلاص اللي موجود وهذه الجهود اللي موجوده، بحيث ان انت تقدر بتحقق اللي احنا بنحققه النهارده، اللي هو كان لا يمكن نحققه مثلا في 30 سنه لو مشينا بالامور العاديه. الفكر اللي موجود فيها بصراحه يعني هي ابداع يتناسق الكلام ده او يتناسق مع الفكر اللي موجود في مدينه العالمين الجديده في حاجه يعني، او الريفيرا المصريه. حجم الموجود، الفكره نفسها في منتهى العبقريه اللي في الدنيا، وفيها الجرأه والاخلاص، يعني بتعتمد على الرؤيه بتاعه المجموعه القائمه على اتخاذ القرار المصري، وهم واخدين هذه القرارات برؤيه يمكن كتير ما كانتش تتضح معاهم حتى الناس اللي كانوا بادئين انيشيتيف او بادئين معاهم الامور، لكن كانوا سابقين بالفكر سنين. وده هيبان في اللي موجود في مصر بصراحه، يعني انه شرف اللي اي حد بيشارك في هذا الموضوع، ومن ضمن التاريخ اللي كل ولادنا والاجيال اللي جايه هيشوفوه خلال ال 20 و 25 سنه في اللي تم في خلال 3 سنين او خلال 5 سنين الجايين. احنا بنعتبره طفره، زي ما عملنا العبور بتاع 73، احنا النهارده بنعمل العبور للبلد من مرحله لمرحله في اللي بيحصل في المدن الجديده، سواء العاصمه الاداريه وده طبعا حلم كبير جدا، او مدينه العالمين الجديده او المنصوره الجديده، او عندنا كمان 19 مدينه جديده في كل المدن الجديده اللي موجوده، يعني حاجه انجاز ما حدش يتخيله. بهذا المزيج ما بين، انا بعتبر من اكثر هيئتين شايلين الهيئه الهندسيه القوات المسلحه بهذا الجهد العظيم والقيادات المحترمه جدا، وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بهذا الجهد. الناس تقريبا بتشتغل اكتر من 18 ساعه في اليوم، ما حدش بينام. كل اللي انا شفتهم خلال ال3 سنين اللي فاتوا حاجه انا ما شفتهاش خلال 30 سنه من شغل اللي انا كنت موجود فيه بصراحه. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور محمد فاروق شحاته، رئيس مجلس اداره بيت الخبره للاستشارات الهندسيه. وبرحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، واصل الدنيا كلها يا فندم، واحنا كل المشاهدين. دكتور محمد، رؤيه حضرتك لمصر في الوقت الحالي في ظل المشروعات اللي بيتم تنفيذها، وبتحلم في المستقبل تكون ازاي؟
بصراحه اللي احنا شايفينه في مصر ده، احنا صناعه التشييد معروف عليها من ضمن الصناعات القائده للاقتصاد، وبتشغل تحتها اكثر من 90 صناعه. اللي حاصل في البلد، انت عندك انشاءات في كل المكان في الدنيا، وهذا الفكر المتوازي المتراكب، انه هذا التناغم اللي موجود في الفكر برؤيه واحده يمكن ما كانش يمكن يكون موجود، ده هيخلي مصر يمكن نسبق الزمن باكثر من 20 ل 25 سنه خلال الفتره الجايه. انت النهارده عندك في العاصمه الاداريه ما كانش حد يحلم ان احنا نوصل ان احنا نعمل اطول برج في افريقيا بهذا الموضوع. حجم اعظم انواع المرافق، سواء فكرا او تنفيذا او وجهه في الطرق والمرافق بالفكر، من اكثر القرى الفكر الذكي، ان المدينه منسقه من اول يوم انها تبقى مدينه ذكيه، سواء العاصمه الاداريه او المنصوره او العلمين الجديده او المدن. الفكر مترابط بيخلي مصر تبقى رائده بالنسبه للشرق الاوسط. الكلام ده ما كانش موجود. الدول اللي معانا في اللي سبقتنا نقول زي الامارات او دبي او هي بالكونستراكشن. احنا النهارده ان شاء الله الكونستراكشن اللي موجود باعلى هذه المعايير، زائد انت عندك البيئه والجو والكونستراكشن والناس، فانت داخل في ان شاء الله في منطقه رياديه تربونير يعني في المدينه، بحيث انها تبقى ما تبقاش العاصمه الاداريه او تبقى مصر تبقى ان شاء الله تبقى عاصمه افريقيا او عاصمه الشرق الاوسط. ده ان شاء الله خلال ال 20 سنه الجايين، او ده هيظهر قوي خلال 5 سنين الجايين ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، تعالوا معنا هننزل بتقرير من داخل ارض الواقع، من داخل العاصمه الاداريه ومن داخل منطقه الار 6 واشراف بيت الخبره على المشروعات التي تنفذ هناك داخل هذا المشروع العملاق. فابقوا معنا. دكتور محمد، لو اتكلمنا عن المشروع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ودور بيت الخبرة في تنفيذ هذا المشروع العملاق. احنا دورنا في هذا الموضوع هو اشراف. احنا بنشرف على 100 عماره من ضمن العمارات في الحي السكني السادس. الحي السكني السادس، حضرتك عارف ان العاصمه الاداريه كانت في المرحله الاولى كانت تتكون من 6 احياء سكنيه. الحي السكني السادس بيتكون من مجموعه من العمارات السكنيه ارضي و7 ادوار، ومجموعه من الفيلات. في مجموعه كبيره جدا من بوتقه مستشارين موجودين ومكاتب استشاريه بصراحه تحت قياده الهيئه الهندسيه واداره المشروعات الكبرى في هذا المشروع. احنا بقى لنا تقريبا 6 شهور زي ما حضرتك شايف هذا الجهد وهذا المجهود اللي كان لا يمكن يتم مش بس بالجهد، بالاخلاص بين كل الفريق اللي موجود وبين القياده المحترمه اللي بتدير هذه المنظومه. العوائق اللي بتقابلكم في تنفيذ المشروعات عموما والعوائق اللي قابلتكم هنا في تنفيذ هذا المشروع. طبعا احنا بالنسبه للعوائق طبعا كانت زي ما حضرتك شايف، كانت الوجود للمكان وطبيعه التربه وامكانيه الوصول، لكن كل الكلام ده قدر يتم التغلب عليه بالتعاون بالاداره الجيده لاداره المشروعات واستخدام كل المنهجيات العلميه للاداره. وزي ما حضرتك عارف انه المشروعات هنا شغاله مش بس بمبدا فاست تراك انه الناس بتسابق الزمن، لا احنا شغالين بمبدا اكبر من كده، بان هايبر تراك انه حجم الانجاز بيسابق اكتر من حجم من المده المتاحه للمشروعات. وده كان بيتحدى ان حجم الموارد تبقى كبيره جدا سواء من الافراد او من المعدات والمواد، والحمد لله بالتنسيق قدر الكلام ده يتحقق زي ما حضرتك شايف في مده انا بعتبرها قياسيه في الفتره اللي بتمر بها البلد. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل أرض الواقع، ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور محمد فاروق شحاتة، رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية. وبرحب بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا معاك يا فندم. لو اتكلمنا عن الميزة والسمة اللي بتميز بيت الخبرة للاستشارات الهندسية عن باقي المكاتب في هذا المجال. طبعا احنا بنحترم كل المكاتب الاستشارية، ولكن احنا ساعة ما جينا قلنا نبقى جزء من البلد، احنا طلعنا الإمارات وفتحنا مكتب هناك، وكنا استشاري سمو الشيخ حميد حاكم عجمان في بعض البيانات الخاصه بيه. ولكن لما قلنا نبقى جزء من البلد، الفلسفه اللي احنا عايزين نتنيها ازاي نثبت ان الشخصيه المصريه وان المصري يستطيع بانه يبذل علمه وجهده وفهمه انه ازاي يظهر
هذه المنتجات لاعلى مواصفه باقل سعر باعلى كواليتي، ونطلع جيل تاني ان شاء الله يبقى جيل ريادي ياخد مصر لانطلاقه الكونستراكشن اللي خدتها مجموعه من البلاد، ويبتدي نقدر نطلع جيل باذن الله ان شاء الله يعني باللي بيحصل في البلد، وان احنا نقدر نتعلمه جيل فعلا ياخد البلد خلال 10 15 سنه دي ان شاء الله، ويدخلها لقدام للحلم اللي القياده بتحلم بيه ان شاء الله. لو في كلمه حضرتك بتوجهها للعاملين ببيت الخبره تقول لهم فيها ايه؟ قال لهم ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، فاحسنوا العمل وتوكلوا على الله، وابذلوا كل جهد بالنسبه لكم سواء علم وجهد بامانه واخلاص، وتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع، وباذن كل من جهد بجهد واخلاص ربنا سبحانه وتعالى سيبارك له في نفسه وحاله وولده، ويبقى جزء من هذا البلد وشرف ليه والاهل والاولاد ان شاء الله يعني باذن الله. كلمة أيضا توجهها إلى إدارة المهندسين العسكريين ممثلة في الهيئة الهندسية وإدارة المشروعات تقول لهم فيها إيه؟ نقول لهم ربنا يبارك فيكم، وشرف لينا إن إحنا بقينا جزء من يعني الأدوات المعاونة ليكم في هذا الوقت الصعب جدا، وهذا المجهود الضخم والإخلاص والجهد. ربنا يبارك لهم، وربنا سبحانه وتعالى يعينهم على ما هم فيه يعني طفره، والناس ما بيناموش يعني بصراحه، حجم جهد واخلاص، وربنا يبارك لهم، ما حدش يعرف يجزيهم حقهم غير ان ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا شرف لينا ان احنا جزء من هذه المنظومه اللي في الدوله حاليا، شرف ما كناش نتمناه بصراحه يعني، ما كناش نحلم بيه، لكن احنا شرف الحمد لله ربنا حققه الحمد لله. باقة ورد يهديها الدكتور محمد فاروق شحاتة، فإلى من يهديها؟ أنا أهديها إلى أبي يعني أبويا ربنا يديله الصحة بصراحة يعني، وأمي ربنا يديهم العمر والصحة إن شاء الله الحمد لله. دكتور محمد فاروق شحاتة رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية، أنا بشكر حضرتك الحديث الشيق والممتع ده يا فندم. شرف لينا يا فندم، ونورت الدنيا كلها، وكان يعني نفسنا نقدم أي حاجة موجودة ونعتذر عن أي تقصير حصل مننا. الله يخلي عليك يا فندم، مكان جدا. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.